عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض العباية اللي هتشوفوها دلوقتي على الشاشة. طيب علشان نعمل العباية دي مع بعض هنحتاج ايه؟ اول حاجة هنحتاج القماش ده كتان، تمام، وهنحتاج الشريط ده. طبعا فضلت الف الدنيا، شايفين شكله حلو قوي. فضلت الف على الشريط الكنار اللي بالظبط موجود في الصورة بس ما لقيتش، فلقيت ده افضل حاجة. طيب العباية دي بعملها لحد يعني بره المحافظة، فانا بتبسط عشان نحاول نظبط بس بتبسط قوي لما بعمل لحد حاجة يكون بره المحافظة اللي انا فيها، بتبسط جدا. بس المرة دي لحد يعني واحدة قريبتي، مش لحد غريب، مش لحد اكتشف صفحتي وطلب مني، لا. فمبسوطة برضه عشان هطلع بره المحافظة وبعدين رايحة القاهرة. فيلا بينا مع بعض، هاخدكم خطوة بخطوة حتى وانا برسمها، لان هي هتكون ان شاء الله انا هرسم على القماش على طول، مش هحتاج باترون. هاخدكم معايا وانا برسم وانا بقص وانا بقفل ان شاء الله. وتابعوا الفيديو للاخر وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناه، علشان انتوا بتتفرجوا مش بتعملوا سبسكرايب تاني. والله العظيم انا مش عارفه اعمل ايه اكتر من كده. المهم انتوا بتتفرجوا مش بتعملوا لي سبسكرايب للقناه، والموضوع ده مضايقني بصراحه. فيا ريت تعملوا لي سبسكرايب وتكتبوا لي في التعليقات لو حابين اعمل لكم اي حاجه تانية، يعني اكتبوا لي عشان تدوني افكار اعملها لكم، وان شاء الله هعملها. يعني ان شاء الله مش هكون مضغوطه وهعملها. بس كده يلا بينا. بصوا يا بنات، اول حاجه علشان نبدا نشتغل على العبايه هنجيب القماش بتاعنا. هنشوف فين. حيره بجد، حيره. مفيش اي فرق بين الوش والظهر حقيقي، يعني شايفين مفيش اي فرق. لكن انا هعمله على ده. هنجيب الوش ده العرض، ده العرض بتاع القماش، وده الطول. هنجيب الطول على الطول كده. اتمنى تكونوا سامعين الصوت والمايك يكون شغال وما يعملهاش معايا المره دي. كده جبنا الطول على الطول، تمام اهو كده. ده العرض بتاع القماش وده الطول على بعضه، تمام. هنبدأ بقى يا بنات نجيب القماش نحطه كده على الترابيزة كده، ونتنيه كده كده. فهمتوا ازاي؟ فهمتوا يا بنات احنا تانيين القماش ازاي؟ هنا عندنا دول طبقتين، 4 طبقات، بس ال4 مقفولين من الناحية دي ومن تحت ومن هنا. من هنا ال4 طبقات مفتوحين، تمام. وهنا عندنا ال4 طبقات برضو مفتوحين، وهنا ال4 طبقات مقفولين. بصوا يا بنات، عايزه اوريكم القماش اتنى ازاي. شايفين تقريبا اتنى بالنص، يعني مفيش بس غير الحته دي، بس هي علشان هي الاكمام بتاعتها قصيره شويه فاتنت بالشكل ده. عايزه بقى اقول لكم حاجه، عايزه افهمكم حاجه يا بنات. الجنب المقفول ده اللي هي ده اللي هيبقى الوش والظهر، مفيش حاجه فيهم مفتوحه غير بس هعمل لها فتحه بزرار في الرقبه الخلفيه. طيب الجزء ده بقى التانية دي على اساس ايه؟ ممكن تبقى المقاس تاني متنيه على قدها بالظبط، يعني دي على دي بالظبط، فاهمين؟ طيب متنيه كده على اساس ايه؟ على اساس ان طول الكم بتاعها 57 ده قصير، يعني مش كبير قوي. طيب 57 دول هنشيل منهم الجزء، هي فيها زي اسوره عريضه كده اللي متركب عليها الكنار، ده هنشيله لان احنا هنعمله جزء خارجي يعني موصول بيها. فالكم بتاعنا بقى 50، هو كان 57 بقى 50 لان الكنار عرضه 7 سم، تمام. الجزء ده بقى بعرض يعني هنا عرض الكتف عليهم طول الكم. عرض الكتف هنا هيكون مثلا 18 ونص زائد 50 سم، تمام، يبقى 68 سم ونص. فاحنا عايزين الطول ده يكون 68 سم ونص، وسنتي خياطة هيكون 69 سم، نقول 70 سم، يعني عايزين الجزء ده 70 سم علشان يكون مظبوط،
تمام. وطبعا مش هناخد العباية على الوسع ده كله، هقول لكم بقى هنرسم ازاي. يا بنات اول حاجه هعملها، انا كنت بصور طبعا ولقيت الكاميرا فصلت. بصوا هاجي هنا احدد الرقبه، هعمل الرقبه على 7 سنتي، وهنزل 2 سنتي. طبعا برسم في الاول على الرقبه الخلفيه، وهحدد الرقبه. بعد كده هدخل الكتف 18 ونص. تمام كده. تمام يا بنات، بعد ما دخلنا 18 ونص هنا هندخل من ال 18 ونص دول 50 سنتي اللي هما طول الكم. تمام. هظبط بس دي كده، هدخل 50 سنتي. ده طبعا طول الكم بتاعها، وهزود 1 سنتي للخياطة. تمام يا بنات. هبدأ انزل من العلامة اللي خدناها دي 25 سنتي، ده عرض الكم، وسع الكم بتاعنا. تمام. تمام. هنا دخلنا 25 سنتي اهو. هنيجي بقى يا بنات طول الوسط بتاعها 39 سنتي. دخلنا طول الوسط بتاعها 39 سنتي، هنشد خط كده. تمام. هنيجي بقى من خط الكم ده هندخل كده. طبعا احنا مش عايزين نخلي العباية واسعة قوي علشان شكلها يبقى لطيف يعني. هنرسم العباية هنا على 40 سنتي. هنرسم هنا محيط الوسط على 40. طبعا محيط الصدر مش هيفرق معانا في حاجة، ولا محيط الهب ولا اي حاجة من دي، فاحنا هنرسم هنا كده. هننزل على الوسط على 40 سنتي كده بالظبط. تمام. وهننزل بال40 سنتي دول لتحت. هننزل يا بنات بال40 سنتي دول لتحت، بس هننزل تحت على 50. هنجيب على واسع، فاحنا هنيجي مثلا من نص المسافة هنا هنجيب 45 سنتي كده. تعالوا بقى نحدد الطول. طول العباية هيكون على 135 سنتي، 135. فاحنا هنيجي من فوق من هنا من عند الكتف، هننزل 135 سنتي. هنا يا بنات نزلنا طول العباية بتاعتنا 135. تمام. هناخد خط تمام. هنطلع فوق الخط ده حوالي 10 سنتي، هنطلع هنا 10 سنتي، وهنعمل كمان 50. طبعا احنا اخدين العباية من تحت على 50. ادي 50 سنتي هنا، وهنا 50 سنتي. هنوصل الاتنين دول ببعض كده. وهنيجي من خط الوسط ده، هنيجي من خط الوسط ده كده، هننزل بس هنظبطها بقى يعني، مش هنخرج من هنا، هننزل كده على اللي احنا على 10 سنتي، على بداية 10 سنتي من فوق كده. تمام يا بنات. شايفين كده احنا هنا رسمنا الكم اهو، ودخلنا نزلنا على تحت، حددنا الديل وخدنا المسافات. هنقص هنا على الرقبة الخلفية، شايفين هنا الرقبة الخلفية. تمام. هنسيب سنتي واحد بس مسافات خياطة. تحت هنسيب 2 سنتي واحنا بنقص. تمام. والرقبة هقول لكم هنعدل ازاي. هنبدأ هنا نقص. هنبدأ دلوقتي يا بنات نقص الرقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده قصينا الرقبة. هنيجي هنا نعمل فرد علشان نعرف ان ده خط الكتف، ان ده خط الكتف. عملنا هنا فرد. تمام. هنيجي بقى نبدأ نقص من تحت.
هنبدأ يا بنات نقص. هنعمل الأول علامات. هنا يا بنات احنا سيبنا في الديل 1.5 سنتي بس مسافة الخياطة. وما أوتيتم من شيء هنبدأ بقى نقص. فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه. هنكمل قص يا بنات لحد نهاية الكم كده يا بنات. هنجيب العباية كده، هنقص على البرسل بس، يعني احنا هنشيل بس البرسل بس خلاص. هنيجي بقى يا بنات علشان نحدد الرقبة الأمامية من الرقبة الخلفية. هنجيب الفرد اللي احنا عملناه، هنحط الفرد على بعض الاتنين، هنحط الفردين على بعض يا بنات كده وهنحط دبوس. بعد كده هنجيب الطباشيرة بتاعتنا والمازورة وهننزل هنا يا بنات 5 سنتي. وهناخد دي كده، هنحدد الأول الدوران كده كده وهنوصله 5 سنتي. هنقص. طبعا لازم نتأكد ان العباية بالنص بالظبط. كده يا بنات ظبطناها خلاص تمام. والفرد على الفرد كده وهنبدأ نقص. طيب بصوا يا بنات، الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنجيب الكم، هنقيس الكم بتاعنا كام. 26.5 تمام. هنيجي ده الاسورة اللي هنعمل عليها الكنار. عرض الاسورة ده طبعا هيكون على 2، يعني هي دلوقتي 9.5 تقريبا تمام. وهناخد عرضها 26.5. هنيجي بقى نقص. احنا يا دوبك برضو هنقص البرسل كده. طيب ده هتبقى الاسورة، هتتخيط من هنا وبعد كده تتقلب. هقول لكم هتتركب ازاي تمام. الخطوة اللي بعد كده يا بنات ان احنا ظبطنا كده الرقبة، دي رقبة الخلف ودي رقبة الامام. هننزل من رقبة الخلف 8 سنتي وهنفتح ال8 سنتي دول، وده طبعا علشان تعرف تدخل دماغها، تعرف تلبس العباية يعني كده. طيب هنيجي بعد كده نعمل السجاف. بصوا يا بنات، علشان اعمل السجاف هيبقى عندي رقبة الامام ورقبة الخلف زي ما اتفقنا. هنجيب قطعة من القماش تكون عريضة شوية وهنتنيها بالمنظر ده تمام. ناخد مثلا كده، هقص الزيادة دي وهدخل دي كده تحت العباية. هظبط بالظبط. انا مش عايزاها من قدام، يعني مش عايزة السجاف من قدام يكون طويل لان مفيش فتحة. انا محتاجاه يكون طويل من ورا، يكون بعد الفتحة دي. فهمتوا؟ لازم تتأكدوا ان هي مظبوطة يا بنات علشان وانتوا بتركبوها يكون الموضوع سهل. كده يا بنات خلاص اتظبطت تمام.
هنيجي بقى هنعلم، هنيجي يا بنات خلاص هي كده اتظبطت اهي. هنيجي نعلم بقى، دي رقبة الخلف. هنيجي كده هناخد علامة كده عند الفرد، وهنيجي نرسم رقبة الأمام كده بنات اهي. تمام. هنقص بالظبط على العلامات اللي احنا عملناها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهننزل في الرقبة الخلفية مقدار 8 سنتي، عشان برضو هنفتح نفس الفتحة. هنيجي نعمل عرض السجاف بتاعنا 5 سنتي من قدام كده. تمام. هنمشي على 5 سنتي، وبعد كده هنا هنمشي على 10 سنتي، او يعني هنجيبها للاخر خالص، هنمشي على 11 سنتي. هنبدأ بقى نظبطها بايدينا كده لحد ما نوصلها لل8 سنتي، لل5 سنتي كده. شايفين وصلناها ازاي كده؟ هنبدأ بقى نقص. هننزل نفتح ال8 سنتي، بس كده يا بنات. كده احنا خلصنا تقريبا العباية، خلصنا قص كل الاجزاء، بس الجزء ده هيتلزق هنا يا بنات. خلاص كل اجزاء العباية اتقصت. تمام. دي الاساور اتلزقت واتقصت، ودي السجاف بتاع الرقبة. هنبدأ دلوقتي نقفل على طول. هاخدكم معايا وانا بقفل. طبعا انتوا عارفين الاجنبة بتتقفل ازاي، هي العباية مش مستاهلة. فهاخدكم معايا وانا بقفل الرقبة والاساور بتاعت الكم والكنار ان شاء الله. فانتوا وصلتوا للجزء ده من الفيديو ولسه ما عملتوش لايك، يا ريت تنزلوا تعملوا لايك. مستنيين ايه؟ يلا بينا. واكتبوا لي كومنت حلو لو عجبكم طريقه الشرح وكده. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الموضوع صعب جدا بجد، صعب صعب صعب. فكمان الجو حر شايفين، يعني انا حاسه ان انا وبجد بتمنى تكونوا قادرين تفهموا الشرح، وعايزاكم تكتبوا لي الموضوع ده، يعني تقولوا انتوا فاهمين اللي انا بقوله ولا لا، وطريقه التصوير حلوه. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. بصوا يا بنات، اول حاجه احنا هنركبها هي الرقبه. تمام. هنركب الرقبه ازاي بقى؟ هنجيب وش العبايه كده، في وش السجاف بعد ما جهزناه وسرفلناه هنجيب الحته دي على الحته دي بالظبط، وهنحط هنا دبوس. والناحيه التانيه هنا دبوس. وهنبدأ بقى نظبطها على العباية بالظبط كده. انتوا اكيد فاهمين قصدي ايه. هنظبط السجاف كده على العباية بالظبط، وهنثبت بدبابيس. تمام يا بنات. السجاف هنا عايز يتفتح سنة لحد ما يبقى قده بالظبط. ايوه. هنثبت دبوس برضو تحت هنا. طيب قبل ما نيجي نخيط بنجيب حته من الاستك كده
نجيب الحته دي اصغر شويه، حته الاستك دي، علشان احنا هنعمل زرار ليها من الخلف. هنشيل الدبوس ونحط الاستك ده جوه هنا كده، شايفين يا بنات كده، ونثبت تاني بالدبوس عشان نمشي عليه بالخياطه. تمام. طيب هنبدا بقى نخيط ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا من الناحيه دي يا بنات كده على 1 سنتي. كده هنمشي على 1 سنتي. هنشيل الدبوس ده وهنلف كده يا بنات كده. جينا عند ال7 دي، هنمشي كده، ولازم نعمل بوزه زيها بالظبط، يعني نعمل بوزه على ال7 دي بالظبط. هنلف بقى، خلاص الابره مغروزه، هنلف القماش نفسه كده وهنكمل كده. هنوصل للخيط اللي احنا عملناه لبدايه الخياطه بس، وهندي فرماتوره بس كده. هنشيل دبابيس كده يا بنات. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنيجي نديلها كده، هنفتح فتحات علشان لما نقلبها تكون مريحه كده. هنفتح كده يا بنات. هنفتح فتحات اكتر عند المكان اللي فيه تجويف اكتر، يعني اللي فيه اللي كده اكتر، ده اللي هنفتح عليه فتحات اكتر. تمام. هنيجي عند البوزه دي، هنيجي نعمل كده كده، وهنثني شايفين اتنت معانا بكل سهوله، اتقلبت معانا بكل سهوله. هنيجي برضو الناحيه التانيه، هنشيل الخياطه دي. تغاضوا عن الصوت اللي انتوا سامعينه يا جماعه. هنيجي بقى نقلب كده. اهم حاجه الدبوس ده ما شلناهوش اصلا. هنيجي عند ال7 دي، هنفتح لحد اول الخياطه، يعني لحد ملي كده قبل الخياطه. هنقلب بقى كده، هنلاقيها ريحت معانا جدا، ودي هيتركب هنا الزرار. طيب قبل ما نروح، طبعا دي لازم تتكوى وتتلزق، بس قبل ما نروح نكويها هنيجي كده، هندي بولت خياطه. هنيجي مثلا من اول هنا، شايفين؟ هنقلب الجزء ده لجوه كده ناحيه البطانه، هنقلبه ناحيه البطانه، وهنيجي على البطانه دي اللي هو السجاف ده، هنخيط هنا عشان لما نقلبها تقلب بسهوله. هنيجي كده هنا، نتاكد ان مسافه الخياطه اللي تحت دي جوه مع السجاف، وهنبدا نخيط. مش لازم نعمل ندي فرماتوره. تمام. هنمشي كده على ملي. لحد ما نقدر نجيب، يعني هنفضل ماشيين الملي ده لحد ما خلاص، يعني ما عادش ينفع نمشي. دي دخلت معانا، هنفك الجزء ده يا جماعه. تمام. هنيجي بقى لما نيجي نقلبها هنلاقيها قلبت بسهوله، شايفين؟ يعني هي خلاص خدت وضع ان هي تقلب بسهوله. طيب هنروح بقى على المكوى. بصوا يا بنات، هنيجي هنا هنفرد العبايه كده على ظهرها. تمام كده، هنفردها كده على الظهر، وبعد كده نقلب السجاف بتاعنا كده يا بنات.
شايفين شكله بعد ما اتقلب؟ هنيجي بالمكوة هنطبقه بس. يا بنات لو تفتكروا في اول الفيديو وانا بقص، انا فتحت الرقبة على 7 سنتي مش على 8 سنتي، تمام؟ لان 8 بتكون واسعة بصراحة، دي كده هتكون مظبوطة. وطبعا العبايات دي هي تلبسها على طرحة، فعلشان ما تبينش رقبتها او كده، وبتكون حاجة رخمة قوي لما الرقبة بتبان يعني. هنيجي بقى كده خلاص احنا طبعناها كده بالمكوة. هنيجي بقى نعمل ايه؟ هنتأكد ان مفيش اي هوا كده من العباية، هنخرج اي هوا وهنظبط دي. هنجيب بقى الشريط ده شريط دبل فيس او عنكبوت، هنجيبه. هنبدأ مثلا من هنا، هنلف كده يا بنات كده، هنلفه كده خالص على الأطراف. نجيب جزء كمان. بصوا هنلزق الجزء ده الأول وبعد كده نلزق الجزء التاني. لازم المكوة تكون بخار علشان يلزق. شايفين يا بنات شكل الجزء اللي اتلزق؟ شكله نضيف قوي قوي قوي. تعرفوا يا بنات ان انا بحب قوي اللحظات دي بتاعت يعني بتاعت الفينش دي، اللي هو احنا بنفنش حاجه دلوقتي، بنفنش الجزء بتاع الرقبه، فبحب اللحظات دي قوي 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 يعني. نحاول نخلي الفازلين ده الدبل فيس ده يكون على الطرف، دي زياده، يكون على الطرف يا بنات. هنجيب ده شايفين؟ كده يا بنات خلصنا الجزء بتاع الرقبه. شايفين قد ايه نضيف ولزق؟ شايفين هنا خلاص اتلزق تمام. شايفين شكله من بره؟ شايفين شكله بيكون نضيف قوي 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 يعني. هنيجي بقى هنقفل العبايه من الجنبين، هنقلب العبايه كده، هنقفل الجنبين دول، هنقفلهم على المكنه وبعد كده نسرفلهم وبعد كده اخدكم وانا بقفل الاكمام. بصوا يا بنات هنا خلاص قفلت الجنبين بتوع العبايه تمام كده. ما بقاش فاضل الرقبه، شايفين شكلها قد ايه جميل. كده ما بقاش فاضل غير الاساور بتاعه الرقبه. هقول لكم بتاعه الاكمام دلوقتي، هقول لكم هنعملها ازاي. بصوا يا بنات دلوقتي علشان نيجي نركب الاساور دي هنعمل ايه؟ هنجيب هي الاسوره اهي، هنجيبها كده وهناخد المقاس بالظبط من اول الخط المتني ده وهنخيط على 1 سنتي كده يا بنات كده. شايفين الزيادات اللي طلعت دي؟ هنصفيها بالمقص دلوقتي. هنقفل التانية برضو على 1 سنتي. وعلشان ما اطولش عليكم يا بنات اكتر من كده، خليت ليكم فيديو تركيب لكم في فيديو تاني هينزل بعد ده على طول ان شاء الله، فتابعوا الفيديوهات وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتستنوا كل جديد.